شايفين قطع الفراولة زي ما هي ازاي؟ حاجة كده تحفة، اللون جميل جدا والقوام في منتهى الجمال. الفراولة طلعت. النهاردة الوصفة اللي هنعملها، هنعمل مربى الفراولة. هعملها بطريقة مختلفة شوية عن التقليدية، وهتخلي معاكي اللون وقوام الفراولة متماسك. الفراولة هتلاقيها زي ما هي قطع. انا جايبة الفراولة غسلتها غسلة كويسة جدا وشلت منها العنقود وقطعتها مكعبات، والفراولاية الصغننة سبتها زي ما هي كده. التكنيك بتاعها بسيط، بس في تفصيلة صغيرة هنشوفها في نص الفيديو. التفصيلة دي بتخلي مربى الفراولة محتفظة بحاجتين مهمين قوي: قوام الفراولة، ولونها الأحمر الزاهي اللي احنا شايفينه ده مش هيغمق. كيلو الفراولة بياخد نص كيلو من السكر، وليمونتين، عصير ليمونتين. هما دول المكونات الأساسية والرئيسية. هنجيب حلة، نبدأ نحط جزء من الفراولة، وبعدين اديله رشة سكر. جزء تاني من الفراولة واديله تاني رشة سكر. هعمل كده لحد ما اخلص الكمية كلها وارفع الفراولة على النار. رفعنا الفراولة بالسكر على النار متوسطة. هنسيب الفراولة تنزل ميتها والسكر يبدأ يدوب. طيب ليه ما سيبناش الفراولة زي ما في ناس بتحط السكر ويسيبوها في التلاجة؟ الخطوة دي بتخلي الفراولة لما تتحط على النار تتهري وما تفضلش بقوامها، وبتخلي لون الفراولة يتغير. نسيب الفراولة تنزل ميتها والسكر يدوب خالص، ونشوف الخطوة المهمة قوي المختلفة اللي هتخلي شكل وطعم ولون الفراولة مختلف تماما عن اللي بتعملوه كل مرة. زي ما انتوا شايفين كده السكر داب خالص، الفراولة نزلت ميتها. هعمل حاجة الأول قبل ما اخد الخطوة اللي كنت بقول لكم عليها. الرغاوي اللي على الوش دي كلها تتشال لأنها بتغير اللون. شلنا الرغوة اللي على الوش وهنرجع نشيل تاني، بس في خطوة مهمة قوي زي ما قلت لكم لازم نعملها بمصفى كده، ونبدأ ننشل الفراولة من الصوص اللي نزلته. هنطلع كل كمية الفراولة من المية والسكر اللي هي نزلتهم. عندي هنا مصفى وتحتيها حلة أو طبق أو أي حاجة. ولو جربتي المربى بالطريقة دي استحالة هتعمليها غير كده. الخطوة اللي بعد كده، أنا مجهزة عصير الليمون. كل كيلو فراولة بيتحط له ليمونتين اهو، صفيهم بالمصفى. خلي النار هادية ونسيب الخليط ده يبدأ يعقد، وهنرجع نرجع الفراولة في الخليط ده بس بعد ما يوصل لدرجة تسوية معينة هوريها لكم ازاي. خلاص سيبناه يعقد او يتقل، وبقاله حوالي نص ساعة على النار او ساعة الا ربع. هنجيب غطا كده، البرطمان اللي هنعبي فيه او طبق فنجال، وبالمعلقة كده ونعمل اختبار بسيط للصوص. الصوص تقيل اهو وما فرش، نزل زي ما هو، وده معناه ان احنا خلاص كده الصوص بتاعنا عقد. هنعمل الخطوة الأخيرة تقريبا كده اهو. الفراولة اللي أنا كنت سايباها تتصفى هرجعها تاني في الحلة. شايفين بقى اللون زي ما هو ازاي؟ الفراولة دي لو كانت فضلت على النار المدة بتاعة غليان السائل ده، كل ده بيفرق جدا جدا في اللون النهائي للمربى والقوام بتاع الفراولة. هسيبهم ياخدوا غلوتين. الغلوتين دول يعني حوالي 12 دقيقة كده تقريبا. هحسب ال 12 دقيقة أو ال 10 دقايق دول من بعد ما تبدأ الفراولة أو المربى كلها على بعض تغلي. تاخد غلوتين واطفي وهي دافية، ما استناش اما تبرد خالص، ومش وهي سخنة، وهي دافية أكون مجهزة العبوات اللي هعبي فيها المربى. العبوات تكون نظيفة متعقمة وناشفة. المربى استوت وعبيناها وما شاء الله شايفين الكمية عاملة ازاي. اتمنى تكون الوصفة سهلة وجديدة عليكم، ولو الفيديو عجبكم نعمل شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفة جديدة قريب ان شاء الله.